للأسف خسارة الجزائر أمام الأرجنتين. لو خسر المغرب مع البرازيل سنتقبل الأمر، ولكن أن ننهزم ويتعادل المغرب لا وألف لا. ماذا سنقول أمام المغرب؟ أصبحنا أضحوكة أمامهم. منتخب أرجنتيني خطير جدا حتى في الهجمات المعاكسة. المنتخب الأرجنتيني في التنقلات السريعة ولا في الهجومات المعاكسة خطير جدا. عندك ميسي تعطي له كره واحده يدور يقدم كره على طبق للمهاجمين. شاهدت المغرب وشاهدت الجزائر، اللاعبين تاعهم احسن من اللاعبين تاعنا، هذه نقولوا حقيقه. المغرب راهي في المستوى العالي وحنا من حتى لتحت كاع خسرنا. ماركاونا هاد السينما الناس يلزوه شوي اللي ما يروحش الدوله تقول له يحبس. واش مازال كاع خسرنا. واش حاب يقول؟ نعاودوا نقعدوا ونكملوها فيك الامام. كملوها فيك الامام. رئيس اتحاديه ما يكونش بريزيدون فيدراسيون هو اللي معاه ليكيب اللي معاه ناقصين بالبزاف. الناس راهي عندها 700 سنه هما في الفوتبول. هذا فوتبول يلاه يشويه الناس. خليونا من لونترينور واش قال سي سون بروبلام. واش حبيتوا يا ناس؟ il faut que les gens partent. اللي ما يحبش يحط لا ديميسيون الدوله تتدخل ولا دوك الدوله ما حبش تتدخل وحبت تخلي هاد بلا ميديوكريتي. يا اخي خلي الناس هادو يكملوا وما نزيدوش نهضروا عليهم. ما عندناش. تعالوا بنا مغاربه نشوف صدمه وجنون الاعلام الجزائري بعد الفضيحه والكارثه اللي حصلت اليوم من جمهور الجزائر في مباراتهم امام الارجنتين. النهارده منتخب الارجنتين بيمسك منتخب الجزائر بيمسح بكرامته الارض، بيأكلوا النجيلة. جمهور الجزائر قبل المباراة بلطجة وقلة أدب واعتداء على جمهور الأرجنتين، بعد المباراة بلطجة وقلة أدب واعتداء أيضا على جمهور الأرجنتين. عشان تعرفوا ليه احنا بنطلع وبنقول بأن المغرب وجمهور المغرب ده جمهور يشرف ويرفع الرأس، جمهور تشيله على رأسك، جمهور عظيم ومؤدب ومحترم. في المقابل جمهور الجزائر هو متربى على البلطجة وقلة أدب. ده السلوك لدى الجزائريين للأسف طول الوقت. تعالوا بينا مع بعض نشوف الإعلام الجزائري هيعلق وهيقول إيه بعد الفضيحة والكارثة اللي حصلت اليوم في مباراة الأرجنتين والجزائر. تابع الفيديو وانتظرونا في النهاية. لازم يكون عندك وسط ميدان يدعم ويقدم مساندة دفاعية للظاهرين وللمحور، ولازم حتى المهاجمين يقوموا بالعملية الدفاعية. هنا ضغطوا علينا طيلة أطوال المباراة. اش قال لك قبيل أمين ولا ميلود؟ مانيش شايف شكون اللي يتكلم. عطاك ميلود عطاك نقطة مهمة جدا، هي أنه لما تكون عندنا الكرة ما نفقدوهاش بسرعة. أما فرصة أخيرة لمحرز ولا ما دارش مقابلة وما ماتش إضافة كبيرة للمنتخب. اسمح لي بيتكوفيتش لازم ولا محرز كما نقولوا يجلس على كرسي يريح هو اللي يدخل في الشوط الثاني. ومع ذاك نقولوا باللي حان وقت لاشراك حاج موسى منذ انطلاق اللقاء. ان شاء الله مازا يثأر، وقبل ان يثأر يجب ان يلعب حتى يثأر من الاعلام الارجنتيني الذي اقام الدنيا ولم يقعدها بسبب تصريحات هذا الاخر. لا مازا اولا ان شاء الله يلعب كما قلت، لان بيتكوفيتش لو ناخذوا اللقاءين المعياريين في هذه المرحله من مارس حتى الان كان اوروغواي وهولندا. نعم شاهدنا خطه فيها محرز وخطه ما فيهاش محرز. صح. خطه فيها مازا وبوداوي اللي لعبته، خطه ما فيهاش مازا. لهذا ما قدرتش نعرف وشنو اللقاء اللي راح يركز عليه. احد الاعلاميين الارجنتينيين قال لهم حرت، قال لهم تبعت مباريات المنتخب الجزائري ما عرفتش التشكيله الاساسيه. احنا ما على بالناش التشكيله الاساسيه. نعم. لهذا لما تاخذ اوروغواي كلنا كنا نقولوا الاوروغواي هو تقريبا نفس المنافس تقنيا، ممكن الارجنتين افضل وهذا امر مفروغ منه، لكن نفس طريقه اللعب نفس. شاهدنا 3-5-2 ما شاهدناش محرز. نعم. عمر لكن البعض ينتقد بيتكوفيتش ويقول عامين على راس المنتخب ولا زال لا يبحث عن تشكيل. ما عندناش ناس اللي تخمم على الفوتبول، ما عندناش اللي يحط يقولوا ستوب. عندهم العزه، ما كاش اللي عنده العزه يحط لا دي. المغرب خلاتكم كاس العالم تبان لكم زينه، تبان لكم سهله. خاصكم تشكروا المغرب وزي خلاتكم كاس العالم تبان لكم سهله. كلشي اللي داخل تبان له كاس العالم سهله، غير داخل وصافي. يعني ولاو يزعموا. بكري كنت تسمع غير الاسماوات وتهرب. مصر هذه ما كتشارك كاع. داروا التعادل التاريخي الثالث في كاس العالم بحياتهم كاملين. انا هذاك لوكاكو نورمالمون كان خاصو يدخل بريمير ميطو، وكان خاصو يدخل كون دخل بريمير ميطو كان هذا حسام حسن كان غادي ياكل دقه، كان غادي ياكل نتيجه كبيره. واحد الفرحه داروها. وهذاك اللاعب ديال مصر، انا هذاك اللاعب ديال مصر ما فهمتش جا الهدف فرح مسكين. واحد الفرحه لانه عمره ما شافوا كاس العالم. خلاها انفانتينو هو اللي خلاها باش يطلع بحال هذا المنتخب هذا الضعيف هذا حياته كامله وهو في المشاكل.
درما حنا جرينا عليه شحال جراو عليه جامي يطلع لكاس العالم. خليها درك هذا اللي جاب لنا 48 منتخب هو اللي خلى هذا بحال هذا بنادم هذا تا هو يشارك كاس العالم مسكين وفرحان ومنا وبرازيل. اي ودي راك غير التعادل مع بلجيك ضعيف. واش بلجيك فرقه؟ واش بلجيك فرقه؟ بلجيك بقى فيها غير الاسم. بلجيك ما كان عندها لا لعابه لا والو. داك دي برون مسكين راه كان مسالي سالي كمل حياته ولا نابولي وراه يدور منا ويدور. لوكاكو لو كان ماشي كبير لو كان في الجهد ديالو في الاول ممكن في 2022 ملي كانوا فرقه صحيحه كان النهار اللي دقدقهم المغرب تما الواحد دقدقهم. ولكن تلاقيت مع فرقه ضعيفه دارت اللعب ديالك دارت كيما بغيت. يا ولد عمي يا ولد عمي مشى هذاك حسام حسن يعنق الحكام وراه دار له هاك ومنا مازال في هذاك التهبيب الهبال ديالو. صاحب له راه لعب في افريقيا. راك عندك الزهر تلاقيت مع واحد الحكم هذا ساهل. كنت تلاقيت مع الحكام اللي حكموا لي ماتش اللي فاتوا نقسم لك بالله كان يقدر يطرد لك لعاب. شحال اللعابه ديال مصر هما يضربوا في الاول في بريمير ميتو شحال هما يضربوا في اللعابه ديال بلجيكا. تلاقيت مع حكم ميت ضعيف خلاك عطاك جوج ديال الانذارات مو نورمالمون تدي الحمر. مو هذاك هاني من الصباح هو دوكو مزير دوكو باش يمشي عند صحابو لمصر ويقول لهم ودي راني زير دوكو انا خصني نلعب في مانشستر سيتي. في التالي جرى على راسه دزها ما يطيش. باش تعرف كيفاش يخدموا مساكين. والله العظيم الا هذه النتيجه هذه غادي يتذكروها كامل حتى لا. شوف هما المجموعات ولاو ساهلين يقدروا الثالثين يطلعوا. هما يطلعوا الثالثين مع من كاين فروق ضعيف نيوزيلاند ولا ايران ولا فروق ماشي زعما ماشي ايران وهي عندها شويه تجربه مي ماشي غاديش تخلق لهم هذاك المشكل هذاك. تقدر قبل ما اتكلم في اي حاجه عايز اوصل رساله للجمهور الجزائري وبقول لكم بان الاحداث اللي حصلت النهارده في مباراة الجزائر والأرجنتين وما حدث قبل المباراة من اعتداء جمهور الجزائر على منتخب الأرجنتين، اوعى تفتكروا يا جزائريين بأن اللي حصل ده هيمر مرور الكرام. لا، في وقفة وفي قرارات للتاريخ من الفيفا وفي عقوبات مش هتتخيلوها. عقوبات على الاتحاد الجزائري وعلى جمهور الجزائر اللي بالمناسبة بعضا من الجمهور الجزائري اليوم تم القبض عليه بسبب أحداث مباراة الجزائر والأرجنتين. جمهور الجزائر لما بنطلع وبنقارن وبنقول لازم تتعلموا من المغرب، بعضا من الجمهور الجزائري مش بيتقبل هذا الأمر وشايف بأن ده تقليل من الجزائر، ولكن الحقيقة لا، ده مش تقليل، دي كلمة حق. النهارده لما تكسر ولما تعتدي ولما تعمل أعمال شغب وبلطجة، لا يبقى لازم تتعلم من جمهور المغرب. جماعة المغاربة عاملين حدث عالمي في أمريكا. جمهور المغرب ده استثناء والله العظيم، 3 جمهور عظيم بكل ما تعني الكلمة من معنى. جمهور تفتخر بيه في كل مكان في العالم، جمهور يشرفك ويرفع راسك، جمهور مؤدب ومحترم لأقصى درجة ممكنة. طب في المقابل جمهور الجزائر لا. كنا نتمنى ان يبقوا مثل جمهور المغرب، لكن لا، الفرق كبير جدا، الفرق كبير جدا يا جزائريين. النهارده منتخب الارجنتين بيقصي على المنتخب الجزائري او بيقصوا على المنتخب الجزائري. في المقابل الاسود امام البرازيل عملوا مباراة تاريخية ونالوا اعجاب الجميع، وكل الصحف والمواقع العالمية بتتكلم هو ايه المنتخب المغربي ده اللي احرج البرازيل، هو ايه المنتخب المغربي العظيم ده اللي اهان البرازيل، هو مين البرازيل ومين المغرب. ده الكلام اللي كان بيتقال على الاسود اللي يشرفوك ويرفعوا راسك. لكن تيجي النهارده على الجزائر، المشكله بان الاعلام الجزائري هو اللي بيقارن نفسه بالمغرب. جماعه احنا ما بنحبش المقارنات، ولكن المشكله الكبيره بان جمهور الجزائر هو اللي بيقارن نفسه بالمغرب. طب بالله عليكم يا جزائريين، هل في وجه للمقارنة ما بين مباراة الأرجنتين والجزائر ومباراة البرازيل والمغرب؟ أنا عايز أعرف بس، هل في وجه للمقارنة؟ شوف البرازيل بيعمل إيه وشوف المغرب عمل إيه.
او شوف الجزائر عفوا عمل ايه امام الارجنتين، وشوف المغرب عمل ايه امام البرازيل. النهارده منتخب الارجنتين بيعلم المنتخب الجزائري اساسيات كرة القدم، بيهين منتخب الجزائر داخل الملعب. المنتخب الوحيد اللي يلعب امام الكبار وعنده شخصية وبيمتلك شخصية البطل هو المنتخب المغربي. النهارده منتخب فرنسا بيفوز على السنغال بنتيجة 3-1. طب مش السنغال دول اللي الجزائريين بيقولوا عليهم ابطال افريقيا؟ ده فعلا المنتخب الجزائري او الاعلام الجزائري بيقول عليهم ابطال افريقيا. طب النهارده بيخسروا. مفيش ابطال بعد المغرب، والبطل الحقيقي هو المنتخب المغربي العظيم، فخر العرب، اتشرف بيه امام الدنيا كلها. منتخب عظيم بكل ما تعني الكلمة من معنى، والله العظيم يشرفك ويرفع راسك امام العالم. راهن على المغرب وانت مطمن، راهن على المغرب واعرف ان هو هيكسب، ما يعرفش المستحيل ولا يعرف اي حاجة غير المكسب. ده المنتخب المغربي، لا بنطبل ولا بنجامل، كلمة حق مش أكتر. المنتخب المغربي ده هو فخر العرب الحقيقي، وأفضل منتخب في قارة أفريقيا، وأفضل منتخب عربيا، واحد من المرشحين وبقوة الفوز ببطولة كأس العالم. قل لي رأيك بالله عليك في التعليقات عن مباراة الجزائر والأرجنتين النهاردة، وعن الأحداث المؤسفة اللي حصلت من الجمهور الجزائري. وقل لي كمان رأيك عن مباراة المغرب والبرازيل. يما مغرب، اشوفكم في فيديو جديد.